9 خطوات لو عملتهم هتبقى واعي بنفسك أكتر. حلقة جديدة من سكيلز جابس. أهلا بكم مرة تانية. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن المهارات الأربعة الذكاء العاطفي، وعرفنا إزاي مشاعرنا بتتكون وليه إحنا مخلوقات عاطفية في الأساس. في الحلقة دي هنناقش الطرق العملية لتنمية مهارة الوعي الذاتي، واللي بتعتبر المهارة الأهم في مهارات الذكاء العاطفي. الوعي الذاتي ببساطة هو إدراكك لنفسك زي ما هي وبواطن الشعور عندك. مدى التحدي في المهارة دي إن مفيش سقف للوعي الذاتي، يعني مفيش حاجة هتوصل لها تقول إنك بقيت شخص واعي ذاتيا. الموضوع ببساطة كأنك جايب بصلة وبتشيل في طبقاتها واحدة واحدة عشان توصل للي جواها، وهو ده جوهرك الحقيقي. لازم تكون عارف إن المشاعر عاملة زي الطفل، بتحاول تلفت انتباهك بردود أفعال معينة عشان تفهم أمور مهمة ممكن تسبب الضرر ليك. عشان تنمي مهارة الوعي الذاتي عندك لازم تكون صادق مع نفسك في إدراك حقيقة مشاعرك وذاتك، واللي بيكون صعب في بعض الأحيان، لكن بالطرق العملية اللي هنتكلم عليها النهاردة مع بعض هتقدر توصل لده. اتفقنا في الحلقة اللي فاتت إن المشاعر عبارة عن 5 عائلات كبار، وإن حدة المشاعر ودرجة الشعور بتختلف، وبيختلف معاها الوصف بتاعنا للمشاعر دي، وده بيخلينا نصنف المشاعر بتاعتنا لمشاعر كويسة ومشاعر سيئة. زي مثلا الشعور بالذنب، واللي بنصنفه إن هو مشاعر سيئة وعايزين نتخلص منها، وعلى العكس بنسيب نفسنا للمشاعر اللي بنشوفها كويسة زي السعادة والانطلاق. مشكلة فكرة التصنيف دي إنها ما بتديلكش فرصة إن أنت تفهم المشاعر دي بشكل صح. كمان فكرة إصدار الأحكام على الشعور إنه كويس أو لأ، وهل أنا لازم أحس بيه أو لأ، ما بيسببلكش غير تراكم المشاعر دي فوق بعضها بشكل غير منتظم، وبيغمي عينيك عن فهمها بشكل كويس. عشان كده في المرة الجاية لو حسيت بأي شعور جواك ما تصنفوش إنه كويس أو لأ، فكر إيه اللي ورا الشعور ده وإيه اللي المفروض تنتبه ليه. لما بترمي حجر في المية بيعمل موجات دائرية على مساحات كبيرة بتختلف على حسب حجمه وقوة رميك ليه، وهو ده بالظبط أثر المشاعر بتاعتك أو ردود أفعالك على غيرك. لو مدير فقد أعصابه وزعق لموظف قدام زمايله، رد فعله ده هيأثر على زمايله كمان، لأن كل واحد فيهم هيفضل يفكر في الموقف وأسبابه، وإنه ممكن يحصل له ده في يوم من الأيام، وهيحس بنفس الشعور وقتها. في اللحظة دي هيتأثروا كلهم نفسيا مع إنهم ما كانوش مقصودين في الأول، وده هيأثر على نجاح الفريق كله بشكل كامل. المشاعر أو التصرفات السلبية ممكن تخسرك حد عزيز عليك أو موظف شاطر عندك، وخليك عارف إن أثر المشاعر دي بيأثر على كل المحيطين بيك. خلي تفكيرك يبقى متوجه ناحية فهم المشاعر دي وعدم تكرارها، مش مجرد تفريغ شحنة وخلاص. فكر في الأثر اللي عايز تسيبه على الناس ومدى تأثير خروج المشاعر السلبية دي على الأثر ده، وكل ما هتفهم أكتر كل ما يتحسن أثرك على الناس. كتير لما بنتضايق من شخص أو موقف بنحاول نتجنب الاحتكاك بيه بدون ما نفهم السبب من ضيقنا ده أو نحاول نعدل من السبب بتاعه. تجنبك للإحساس بشكل كامل بيضيع عليك فرصة الاستفادة منه، وكمان ما بيساعدكش أبدا تتخلص منه، بالعكس هيساعد أكتر في ظهوره بشكل أكبر. في المرة الجاية لما يمر عليك شعور معين، غمض عينيك وراقب جسمك، سرعة تنفسك، معدل ضربات قلبك، شكل العضلات بتاعة الجسم. فكر في الآثار دي على جسمك، وهل أنت راضي عنها ولا لأ، وهل الموقف أو الإحساس ده فعلا بقدر السوء اللي أنت كنت شايفه مقارنة بالآثار دي على جسمك. كل واحد فينا عنده زراير حمراء بمجرد الضغط عليها بيستفز ويتعصب. الغضب ممكن ما يطلعش بشكل سب وشتايم وعصبية، بس وجوده جواك برضه هيأثر عليك وعلى تصرفاتك وتعاملاتك مع الناس اللي حواليك. حدد مع نفسك الأشخاص والمواقف اللي بتستفز مشاعرك واكتبها في ورقة. فكر إيه الأسباب اللي بتضايقك منها وأفكارك أنت عن المواقف والأشخاص دول، وافتكر ال ABC موديل اللي قلنا فيه إن المعتقدات بتاعتك عن الأفعال والأشخاص هي اللي بتسبب لك رد الفعل أو السلوك بتاعك. كتابتك للأشخاص والمواقف اللي بتضايقك هيخفف من حدة ومعدل الشعور عندك، لأنها مش هتكون تاني مفاجأة لمخك وقت حدوثها. من أفضل الطرق لتنمية وعيك الذاتي وتخفيف حدة المشاعر السلبية عندك هو تدوين المشاعر اللي بتمر عليك بشكل يومي. في خلال شهر واحد بس هتلاقي نفسك عرفت حاجات كتير قوي عن مشاعرك ورغباتك وميولك. شوف المشاعر اللي اتكررت معاك أكتر من مرة واكتبها على جنب، واكتب جنبها الأسباب بتاعتها. ده هيساعدك وهيسهل عليك بعد كده في إدارة المشاعر دي. المشاعر السلبية بتغمي عينيك عن أي حاجة جميلة حواليك، ومهما كنت من جواك عارف إن الموضوع مش مستاهل تكون في الحالة دي، عقلك هيبقى رافض الاستجابة وهتسيطر عليه الفكرة أكتر. مش بس المزاج السيء هو اللي بيسبب المشكلات، كمان المزاج الكويس بيغمي عينيك عن الحقيقة. ومشاعر سلبية ممكن تتكون نتيجة اندفاعك ورا المشاعر دي، زي لو محل أنت بتحبه عامل تخفيضات كبيرة، دخلت لقيت حاجات كتير حلوة عليها تخفيضات، انبسطت فاشتريت حاجات كتيرة. هتكون سعيد وقتها، بس بعد شوية ممكن تحس بالندم والحسرة لأنك احتجت فلوس ومفضلش معاك حاجة بعد ما اشتريت الحاجات دي. ما تنخدعش بالمزاج السيء أو الكويس،
لأن الاتنين بيأثروا على قراراتنا بشكل كبير لو ما قدرتش تحكمهم بالعقل والمنطق. وعيك لنفسك والمشاعر، النقطة دي مهمة جدا في رحلتك مع الذكاء العاطفي. كل واحد فينا عنده قيم ومعتقدات أساسية هي اللي بتحركه وبتديله شعور بالسعادة والراحة والرضا. سرعة إيقاع الحياة من حوالينا ورغبتنا المستمرة في ملاحقتها مع كمية الضغوط اللي بتمر علينا يوميا، كل ده بيأثر على تصرفاتنا وردود أفعالنا وبيخلينا نصطدم دايما مع القيم دي، وهو ده اللي بيسبب عدم الراحة وعدم السعادة. كتير مننا للأسف ما يعرفش إيه هي الفاليوز أو القيم بتاعته في الحياة، بالرغم من إنها أهم شيء ممكن يساعدك في رسم شكل لحياتك ومستقبلك وتعاملاتك مع الناس. فكر إيه هي القيم اللي بتتبعها في حياتك واكتبها في ورقة، واكتب في ورقة تانية الأمور اللي بتعملها وبتضايقك، وشوف مدى الترابط بين الاتنين وإيه اللي ممكن تعدله أو تغيره في تصرفاتك عشان تتوافق مع القيم دي. حاول دايما تطلب توجيه وتقييم من شخص بتثق فيه ويعرفك كويس، أو شخص عنده خبرة يقدر يوجهك بيها، وده لأن نظرتنا لنفسنا والأمور ممكن تتأثر بالمعتقدات بتاعتنا والخبرات اللي مرينا بيها وكمان الحالة المزاجية بتاعتنا. خلي دايما عندك رغبة في تقبل الرأي من الناس ومعرفة أسبابهم ورا الرأي ده بدون تبرير أو دفاع، لأن في النهاية اللي جواك هو اللي بيظهر للناس وتعاملاتك معاهم. كل يوم بنتعرض لضغوط كتيرة وبتتزايد الضغوط دي مع الوقت، ومعاها بيزيد معدل تقبلك وتعاملك مع الضغط ده سواء بشكل إيجابي أو سلبي. وهنا دور الذكاء العاطفي في إدارة الضغوط دي وإدارة مشاعرك ليها بشكل إيجابي. لاحظ تغيرات جسمك الشعورية والفسيولوجية تحت الضغط، زي معدل ضربات القلب والتنفس وغيرها، مع الأحاسيس اللي بتتكون جواك. جسمنا بيبعت إشارات دايما وقت الضغوط، زي اضطرابات المعدة وقت القلق والعصبية والتوتر أو الإرهاق اللي بنحس بيه، والجسم بيقولك في اللحظة دي إنه محتاج يرتاح. حاول تفهم تأثيرات الضغوط عليك عشان تقدر في الوقت المناسب تفهم رغبات جسمك ورسائله اللي بيبعتها لك. ودي كانت حلقتنا عن الطرق العملية لتنمية مهارة الوعي الذاتي واللي بتعتبر بوابة الذكاء العاطفي. في الحلقة الجاية هنتكلم عن مهارة إدارة الذات وطرق تنميتها. لحد الحلقة الجاية جربوا الطرق اللي ناقشناها واكتبوا لنا في الكومنتات تجاربكم مع مهارة الوعي الذاتي ومدى الاختلاف اللي حسيتوا بيه بعد تجربة الطرق دي. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدعمونا باللايك والشير عشان نقدر نستمر في تقديم محتوى كويس لكم.